ردينا وياكم مشاهدينا، وصلنا إلى آخر فقرات حلقتنا لليوم، وهي فقرة الفنون الجميلة. وخلالها اليوم نستمتع وياكم بحوار يتخلله نغمات آلة وترية قريبة من القلب، تتميز بألحانها الفريدة اللي تجمع بين أصالة النغم وحداثة اللحن. أكيد نتكلم على آلة العود اللي تجمع بين الرقي والعراقة، واللي شكلت على مر العصور رفيق للشعراء والموسيقيين، وسجلت حضورها بتميز في مجالس الطرب والإبداع في مختلف الثقافات. حتى نبدأ هذا الحوار الفني المميز، نرحب بضيفنا اللي موجود ويانا في الاستوديو، عازف العود كنان أدناوي. حياك الله كنان، صباح صباح الخير. الخير، صباح الخير لكم للفجيرة، نورتنا تحياتي لك، أكيد شكرا اليوم في كثير. الاستديو. تسلمي. إن شاء الله نستمتع معك بالحوار. وعندنا اليوم آلة العود موجودة، وهي أكيد أكيد طبعا. شكرا. آلتك المفضلة والآلة اللي تعزف عليها. صحيح. ليش اخترت آلة العود؟ هلا بالحقيقة يعني أنا بلشت بكير بالموسيقى، وعندنا بالعائلة أربع خمس أخوة بنلعب موسيقى. جميل. إيه فيعني وفي تنوع بالآلات نوعا ما. مهم. أنا حبيت العود الحقيقة من الأول. من البداية من اخترت آلة البداية، العود. هلا بالأخير يعني كان عندي كتير حب لكل الموسيقى والأوركسترا بشكل عام وكل الآلات الموسيقية، مم. ولكن كاختصاص مهم. يعني أخذت العود من الأول وما غيّرته يعني، رغم إنه كان في فرصة بعدين ندرس آلات أخرى، درستها من باب الفضول المهني وليس من باب الاختصاص يعني. مم. بس ولكن اختصاصي الأساسي هو العود. أنا باكتب موسيقتي من خلال آلة العود، وباقدّم حفلاتي على آلة العود وعروضي الموسيقية، فهي جميل. اختصاصي وهي شغلي الأساسي يعني. وايد حلو، يعني واضح شكرًا. أن هناك ارتباط وثيق، خلينا نقول، مع هذه الآلة أكيد، أكيد بمسيرتك. طبعًا. بالنسبة للموسيقى، شو أكثر الألوان الموسيقية اللي تحبها؟ هلأ بحكم اختصاصي كعازف عود من بلاد المشرق، فأكيد الموسيقى الشرقية هي إلها وجود أساسي بحياتي وحتى بتفكيري كموسيقي، إمم. سواء كمحترف ولا كهاوي من قبل إلى آخره. ولكن مع الدراسة الأكاديمية، مع التنوع بالدراسة، مع يعني الاطلاع على كثير من المدارس الموسيقية وأساليب العزف، فصار أكثر الموسيقى يعني حالة عالمية كونية فينا نقول. إلها علاقة بإنه الواحد يستخدم هيدي الآلة يلّي هي من روح الشرق اهم. بأماكن أوسع فنيًا وصوتيًا، وبالتالي بتطلع أبعد من المنطق التقليدي الشرقي أو بالفعل. المحلي. ياسين نشوف أن آلة العود بالفعل تثبت وجودها في عدد من المحافل الثقافية المختلفة. شو تبغى تسمعنا في بداية الحوار اليوم؟ آآ شيء على ذوقك. تسلمي. هلأ كان الأستاذ عم بيقول لنا لفيروز، أكيد. بس أستاذ عبد الهادي نوجه له تحية، أكيد يبغى بس فيروز. رح نلعب شي من موسيقتي ونحط فيه هيك شي لفيروز أكيد يعني. خلاص تفضل.
يا سلام، يا سلام يا كنان، تسلمي. أبدعت، شكرًا، أبدعت شكرًا. صراحةً إبداع. الجميل إن شفنا تنوُّع يعني هيدي فيروز بس بإيقاع شوي راقص. مختلف جدًا، يعني اليوم أنت عزفت أيوه. على آلة العود وكأنما يعني هي مو بآلة العود، يعني هناك شوي أضفت عليها أمور مختلفة، يعني يعني نوعًا ما مو بنطلّع التقليدي. العود من الإطار التقليدي بالعزف. هلأ طالما في متل ما باحكي دايمًا بالأحاديث بالمقابلات أو حتى وقت بنكون عم نعلّم مع طلابنا، اهم، طالما في كتير صار تطوّر بكل مجالاتنا صحيح، بالموسيقى تحديدًا وبأساليب العزف، أساليب التدريس، فحتمًا رح تطلّع نتائج مختلفة عن 50 سنة لورا لقبل أو شي. هذا تطوّر طبيعي. الحياة معاصرة دايمًا صارت. في أشياء لازم صارت تنعمل بطريقة مختلفة لحتى تترجم أفكارنا، تترجم نحن يعني شو منحب. في دايمًا الخيال بيكون واسع، اهم. فنحتاج بعد تمرين ودراسة وشغل إنه نطلّع من هيدي الآلة البسيطة أكبر عدد يعني أو أكتر شو فيني أقول لِك أكتر فرصها ممكنة لتكون هيدي الآلة مقبولة سمعيًا لكل أنواع المستمعين، سواء الغربي والشرقي، العربي، بالفعل، الهندي إلى آخره. لمجموعة تكون مختلفة من أكيد الآلات الأذواق. الشعبية والآلات الوترية يعني في شي بيربطها ببعضها ما بين العود والسيتار والبزق اهم. وآلات أخرى. فبهالطريقة نحن بنحافظ على خصوصية العود، وأيضًا بنفس الوقت نعمل لها أكتر تواصل مع معظم أنواع المستمعين عمومًا. بالفعل يعني هذا الجانب جدًا مهم وجميل صراحةً، يعني جدًا أتمنى يكون جميل. ممتع. يعني لا، لأ، جدًا جميل صراحةً وممتع شكرًا، وتوفقت بهذا شكرًا الجانب لك. أستاذ كنان. شو الحين نبغى نسمع؟ آآ نسمع. نبغى شيء يعني عزيز عليك. طيب. راح أعزف لكم مقطع من أحد مؤلفاتي. جميل، يعني أكيد.
سلام، يا سلام، بالفعل يعني أبدعت وعزف جدًا موفّق، وشفنا أكيد هناك اختلاف في العزف على آلة العود. شكرًا لك، شكرًا على وجودك ويانا اليوم، صراحةً نورتنا عازف العود كنان أدناوي، شكرًا أنسة، يعطيك شكرًا ألف كثير، شكرًا عافية. على الاستضافة.